السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله نعمل شويه سجق كده طاسه واحده، حاجه اختراع وطعمه بجد تحفه. قبل ما ندخل على وصفتنا يا ريت تحط اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. ويلا ندخل على وصفتنا. انا معايا هنا ما شاء الله كيلو سجق بلدي كده جاي فريش من عند الجزار كده، بس هو بيبقى ممسوك بقى في قلب بعضه كده. اجيب بقى اسلم حل اللي قصقصته، هو المقص. هقصه كده اسلكه من بعضه كده، وامسك كده بسم الله ما شاء الله الواحده اقطعها على 3 كده. هخلص كل الطبق اللي معايا كده على نفس الشكل. دي الطاسه اللي انا هشتغل فيها على طول، مش هنبهدل اي حاجه ما شاء الله. خطوه واحده وطعمه بجد بيبقى تحفه. بالعيش بقى، جنب بطاطس، جنب مكرونه، زي ما انتي عايزه. انا خلصت الكميه كلها يا جماعه، قطعتها وخليتها زي الفل. هجيب بقى كده قرن فلفل حامي وبصلايه، هقطعها كده القرن الفلفل كده شرايح على طول عليها على طول. البصلايه اهي اقطعها مكعبات صغيره. عندك طبعا فلفل الوان عايزه تحطيه حطيه، بيديله طعم حلو جدا. بس انا كده ايه استكفيت بالحاجات دي كلها، يعني حاجات بسيطه كده ان شاء الله تخلي الطعم حلو جدا معانا. خلاص انا خلصت يا جماعه، هرفع على النار على طول اهوت. هديله بقى تشويحتين كده واقوم مغطياه ومهديه عليه النار كده. معلقه الزيت دي هحط له معلقه زيت عشان بتديله قوام حلو ولون حلو جدا في الاخر، يعني بيتحمص في الزيت كده بيبقى حلو جدا. اهو يا جماعه لما اتغطى بقى نزل ميته ازاي كده بقى بيستوي، بيبقى طعمه تحفه. اديله تقليبه كده برده واقوم مغطياه بالغطا ماشي عشان يكمل سواه كده، وما بياخدش اصلا على النار كله الموضوع على بعضه 10 دقايق. اهو يا جماعه ما شاء الله حلو جدا ماشي كده. خلاص هو داخل في السوا. هنطر عليه كده ملح بسيط خالص وشويه فلفل اسود كده عشان البصلايه تخليه طعمه حلو كده. اسيبه برده كده على نار هاديه خالص لغايه لما ياخد اللون. بصوا الجمال، الصوص كده تقل بقى كده وبقى بجد حلو قوي كده. يا حبايب قلبي سجق خلص معايا، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.